اهلا وسهلا. يا ارض احفظي يا ارض صوني، لقتي عليها اسم النبي حارسها. تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. القط والفار. في رأيي المتواضع إن علاقة الحما مع مرات ابنها مغامرة من مغامرات القط والفار، طول الوقت علاقة على صفيح ساخن، شد وجذب. وبالرغم من إن كرتون القط والفار كرتون ممتع عند المشاهدة، إلا إنه في الحقيقة مخلف جدا. الفار طول الوقت في حالة هروب بس علشان ينجب حياته، والقط بيدور عليه باستماتة. ولو حصل ووقف القط شوية عن الحرب، يبتدي الفار يشاكس فيه علشان خاطر تكمل المغامرة وتكمل الحياة. ومش عايزين نتكلم كتير في كلام نظري، محتاجين نشوف مواقف فعلية. حلقتنا النهاردة من مغامرات القط والفار بعنوان الوحش كان في الأول. وبالرغم من ان الانطباع الاول دايما بيدوم بشدة، ده في معظم الوقت، الا ان في بعض الاحيان بيكون مقدمة بس الحياة افضل. وده اللي خلاني اسمي الحلقة الوحش كان في الاول. طبعا في كتير امارات هيقولولي ان الوحش عندهم كان على طول الخط، في الاول وفي الاخر وفي النص. اقول لهم معلش، دوركم جاي وهنحكي عنكم كتير حكايات وربنا يقدرنا. خلينا نقول بلمحة أمل إن كتير من المواقف اللي بتحصل في بداية التعارف بتكون دايما نتيجة طبيعية إن إحنا ما نعرفش الشخص ده، وإن الطرفين كمان بيراقبوا بعض. أيوة، القط والفار دايما تصرفاتهم كده، كل حد فيهم بيراقب التاني، وده طبعا لحد إثبات إخلاص النية، على خلاف المثل الشائع المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لا خالص، هنا نهائي، المتهم هنا مذنب من الطرفين حتى تثبت براءته، ده إن ثبتت طبعا. وكتير من الزوجات الأمارات بتقول إنها اكتشفت بعد فترة إن حماتها كانت طيبة، لكن في البداية ما كانتش تعرفها كويس. وده اعتراف إنساني نادرا ما نجده طبعا عند الطرف الآخر. ونلاقي إن الحما اعترفت إنها اكتشفت إن مرات ابنها بقت كويسة مع العشرة. وهذا الاعتراف الإنساني نادرا طبعا ما نجد إن الحماة اعترفت بيه في الحقيقة. ويمكن لو اعترفت بيه إن فكرتها اتغيرت للأحسن عن مرات ابنها، وإنها كانت فهمها غلط من البداية، ولما عشرتها حبتها. الاعتراف ده لو تم هيهدد الثقة في مقدرتها على الحكم على الأشخاص، ويمكن كمان زعزعة قواعد واستراتيجيات الهيمنة المطلقة على الموقف. ولكن لا يعنينا الاعتراف من عدمه الحقيقة، المهم عندنا المعاملة. وفي سابقة اعتراف لزوجة ابن متحدثة عن حماتها تقول: حماتي طيبة جدا، ودايما أي خناقة بيني وبين جوزي هي اللي بتصلح ما بيننا، بالعكس دي ساعات كتير بتيجي عليه وتقوله لا انت اللي تصالحها. بصراحة الوحش كله كان في الأول، أول الزواج يعني. يمكن ده سببه إنها كانت لسه مش فاهمين بعض، وهي كانت غيرانة على ابنها. ونحط تحت غيرانة دي 1000 خط أحمر، هتقابلنا كتير قوي في الحلقات، يمكن هي بس اللي تقابلنا. أما الوحش اللي في الأول المرة دي هو مع الأسف طبعا تفاقم وفضل وحش، بس ايه، بمستويات متفاوتة. يعني بتحكي لي زوجة أمورة إنها وهي نازلة تشتري الشبكة بتاعتها كانت عارفة إن خطيبها ظروفه المالية مش أحسن حاجة، ورتبت مع السايغ المعرفة اللي هيشتروا من عنده حاجات بسيطة، وإنها هي دي اللي هتختار منها لأنها طبعا عارفة ظروف خطيبها. والله بنت أصول. وفي اليوم الموعود اللي هيشتروا فيه الشبكة، وبدل ما أم العريس أم المحروس واللي عارفة ظروف ابنها كويس جدا واللي يا دوبك اشترى في الشبكة دبلتين، تعمل ايه بقى؟ تطلع أم المحروس حلق قديم من شنطتها وتفتكر العروسة المسكينة إنها هتزود بيه على الشبكة. لا أبدا أبدا، ما تسرحوش بخيالكم. وعلى عهدة الراوي طبعا بدلته بحلق تاني، أي والله بدلته بحلق تاني لنفسها، ودفعت ابنها الفرق. وطبعا من غير الراوي ما يحكي لي ايه اللي حصل لعروستنا الجميلة، اكيد ما زالت بتتعالج من اثر الصدمة.
والوحش اللي ابتدى بشراء الدبل استمر حتى بعد الزواج. ويعيني لما العروسة الأمورة اتأخرت شوية في الحمل، وده طبعا غير وارد في مجتمعاتنا العربية، ازاي ما يحصلش؟ لازم. ولما ربنا رزقها وحبت تبلغ حماتها الخبر، حماتها ردت عليها بابتسامة باردة وقالت لها: أنا كنت ساكتة بس ومش عايزة أتكلم، واخدين بالكم من الانفعال؟ ساكتة. وهي طبعا مش ساكتة، لا خالص، دي كانت شكياها لأمة لا إله إلا الله، وكانت طول الوقت تقول لها: أنا عايزة أعرف العطلة منين، هي العطلة منين؟ ربنا كريم. استنوني في الحلقة الجاية مع حكايات كتير عن الفاتنات. أميرة عبد الرازق، كاتبة روائية، استشاري نفسي وأسري، وقبل كل ده وبعد كل ده زوجة مصرية وأم الولدين، يعني طرف من أطراف عقد الزواج، مرة كزوجة والتانية كحمى إن شاء الله.